اهدى كده وتعالى نحسبها بالعقل. لو انت بتستخدم موبايلك 6 ساعات في اليوم، ده معناه انك خلال 50 سنة هتقضي حوالي 12 سنة كاملة من عمرك قدام شاشة صغيرة. 12 سنة من عينيك على ضوء بارد، انشغال في حاجات ملهاش لازمة، وبعدت نفسك عن حياتك الحقيقية. لو انت بتنام 8 ساعات يوميا، يبقى خلال ال 50 سنة دول هتقضي اكتر من 16 سنة نايم، ولسه فوقهم كمان 12 ضايعين على الموبايل. طب فاضل كام بقى من عمرك عشان تعيش بجد؟ تشتغل، تتعلم، تقرب من ربنا. تخيل نفسك كده في يوم وانت على فراش الموت، بتبص ورا على عمرك ومليان ندم على سنين راحت من غير معنى. تفتكر انك كنت قادر تعيش احسن، تبقى اقرب لربنا، تبني نفسك زي ما كنت بتحلم؟ بس الموبايل سرقك، وواحدة واحدة لحد ما بقيت أسير ليه من غير ما تاخد بالك. وبرضه لسه في أمل، لسه تقدر تبدأ من جديد، تنقذ نفسك قبل ما الوقت يفوت. تعال نبدأ بخطوات بسيطة وواضحة تساعدك تعالج إدمان الموبايل وتسترجع حياتك من تاني. الخطوة الأولى مواجهة نفسك. ادخل أوضتك، اقفل بابك وسيب الموبايل بره. خد معاك ورقة وقلم بس، اقعد لوحدك إن شاء الله ساعة، 2، 3 ساعات. الساعات دي مش عقاب، دي لحظة مصارحة حقيقية بينك وبين نفسك. اسأل نفسك سؤال بصراحة: هل أنا راضي عن مستواي الدراسي؟ هل أنا راضي عن صحتي؟ هل أنا راضي عن علاقتي بربنا؟ هل أنا راضي عن حياتي؟ واكتب كل اللي بيجي ببالك، مشاكلك، طموحك، أحلامك اللي مركونة. انت خايف من ايه؟ حتى الحاجات البسيطة اللي ممكن تطنشها. ساعتها هتفهم ان الإدمان ده كان عامل رئيسي في الفوضى اللي انت عايشها. سرق وقتك، شتت تركيزك، وبعدك عن نفسك الحقيقية. الخطوة التانية، شخص المشكلة. معظم الناس تقول أنا مدمن موبايل، لكن قليل اللي يعرف مدمن على إيه بالظبط. هل بتضيع وقتك على السوشيال ميديا، ولا الفيديوهات القصيرة، ولا الألعاب؟ ايه اكتر حاجة بتسحب وقت؟ وحدد الابليكيشن او التطبيق اللي بيضيع يومك. التحديد ده هو اول باب للعلاج، لانك مش هتعالج حاجة مش عارف شكلها اصلا. الخطوة الثالثة، التجربة الاولى. احذف اكتر ابليكيشن بياخد وقتك، حتى لو ليوم واحد. مش هتغير حياتك كلها في يوم، بس ده باب اولاني، ده الباب الاول. هتحس بملل طبيعي، دماغك متعود على التحفيز السريع طبيعي، بس بعد شوية هتحس بالصفا. هتكتشف انك تقدر تعيش من غيره اكتر مما كنت متخيل. التجربة دي تثبت لك ان الموبايل مش مسيطر عليك، انت اللي تقدر تتحكم. تعال بقى للخطوة الرابعة، اعرف مستوى ادمانك. ادخل على اعدادات موبايلك وافتح مدة استخدام الشاشة. هتلاقي الحقيقة قدامك بالارقام مش بالاعذار. اقل من ساعتين يوميا ده استخدام طبيعي، من ساعتين ل4 ساعات يوميا قبل الادمان، من 4 ساعات ل6 ساعات ده ادمان خفيف، من 6 ساعات ل8 ساعات ده ادمان متوسط، اكتر من 8 ساعات ادمان حاد. لما تشوف الرقم هتتصدم. خد نفس عميق وقول لنفسك: انا بدأت افهم نفسي، واللي يتقاس يتغير، اللي اقدر اقيسه اقدر اغيره. الخطوه الخامسه، قلل بالتدريج. ما ينفعش تبطل مره واحده. الانقطاع المفاجئ بيتعب دماغك ويخليك تفشل. ابدا قلل ساعه، وبعدها ساعه، وبعدها ساعه، وهكذا. وكل مره تنجح كافئ نفسك بحاجه مفيده. اقرا، العب رياضه، اقعد مع حد بتحبه. كده طاقتك هتتنقل من عاده مدمره لعاده تبنيك. تعالى بقى للخطوه السادسه، هنحط خطه واضحه. اكتب هدفك. مثال: هقلل استخدامي من 8 ساعات ل4 ساعات في الشهر. وحدد الوسائل اللي تساعدك. اقفل الاشعارات، استبدل التصفح بالقراءة او تعلم مهارة. خلي خطتك مكتوبة قدامك. تعال بقى للخطوة السابعة، غير بيئتك. الادمان مش ارادة بس، لازم تغير جو. احذف التطبيقات اللي بتسرق وقت. حدد اقصى وقت للاستخدام. مثلا لو زهقان اطفي الموبايل خالص. املى وقتك بحاجات مفيدة، اتعلم، مارس هواية. الحاجات الصغيرة دي هتعمل فرق كبير مع الوقت. هتحس بصفاء ذهني، ويومك يبقى أطول، إنتاجيتك أحسن. ولو عندك صعوبة في حياتك، شوف فيديوهاتنا الجاية واعمل فولو، عشان صعب تلاقينا تاني في مليارات الفيديوهات على المنصة.